صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي انت بتشوف فيه الفيديو ده. كل سنه وحضراتكم جميعا بخير. معاكم سمير حنفي، عضو هيئه التدريس بكليه التربيه الرياضيه، ماجستير ودكتوراه في الاداره الرياضيه. هكلمكم النهارده ان شاء الله بشكل مبسط جدا ومن غير عقد الكميات بتاعه الاكل اللي بنشوفها في برامج الدايت، عن نظام نقدر ان شاء الله ان احنا نتبعه خلال شهر رمضان علشان نخسر نسبه كبيره من الوزن بتاعنا. يلا بينا نبدا في فيديو النهارده. في ناس كتير ما بتعتمدش على نظام تمرين خلال شهر رمضان، وبيقول لك انا كده كده اصلا الصيام وشهر رمضان هيتسبب في ان انا اخس من غير اي مجهود، ويتفاجئ في اخر الشهر ان هو وزنه زاد اكتر. فكره ان انت تخس في شهر رمضان عشان انت صايم بس، ده اعتقاد خاطئ، وان شاء الله هعمل فيديو اوضح فيه ليه وزننا بيزيد خلال شهر رمضان برغم الصيام اللي احنا بنصوم. برنامج النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه عن جزئين اساسيين. الجزء الاول هنتكلم فيه عن بعض العادات اللي المفروض هنظبطها في الاكل بتاعنا سواء كان فطار او سحور، والجزء الثاني واللي يعتبر الجزء الاساسي هنتكلم فيه عن نظام التمرين بتاعنا. الجزء الاول واللي عباره عن مجموعه عادات زي ما قلنا، ده بيعتمد اكتر على قوه الاراده اللي جوانا علشان نقدر ان احنا نبطل او نغير العادات دي، لان العادات دي انت بتكون متعود عليها، فبالتالي من الصعب ان انت تغيرها كلها مره واحده، فبالتالي لازم تتحلى بقوه الاراده علشان تقدر ان انت تغير الحاجات دي. اول العادات دي يمكن اكثرهم ضررا على صحتك، وهي فكره ان انت تنام بعد الاكل مباشره سواء كان بعد الفطار او بعد السحور، او انك تنام بعد اي اكل بشكل عام. عود نفسك حتى بعد رمضان، مش في رمضان بس، ان انت ما تنامش بعد الاكل على طول. حتى لو هتمشي او هتتحرك تعمل اي حاجه لمده 15 دقيقه، المهم ان انت ما تنامش بعد الاكل على طول. العاده رقم 2 واللي هنحاول ان احنا نبطلها خالص باذن الله، وهي السكريات، سواء كانت في شكل مشروبات غازيه او في شكل سكر زياده في المشروبات العاديه بتاعتك، او حتى الشوكولاتات والحلويات. الكلام ده طبعا منتهي تماما، خصوصا مع الناس اللي بتدمج الكلام ده مع الوجبه الاساسيه بتاعته. يعني تلاقي حد بيشرب بيبسي او كولا في نص الوجبه بتاعته، او حد تاني بياكل الحلويات بتاعته قبل او بعد الوجبه مباشره. طبعا الكلام ده منتهي تماما وبيساعد بشكل كبير جدا ان هو بيزود الوزن بسرعه. رقم 3 واللي تعتبر مهمه جدا، وهي انك تشرب ميه كتير. هتقول لي انا صايم امتى هشرب ميه؟ هقول لك يا سيدي من بعد ما بتفطر لحد ما بتتسحر، المده دي كلها حاول على قد ما تقدر ان انت تشرب ميه كتير، بس تحاول على قد ما تقدر ما تشربش كميات كبيره مره واحده. يعني مثلا حد يجي يقول لك ايه، انا قدامي ازازه 2 لتر هرفعها كلها مره واحده واخلص. طبعا الكلام ده غلط وبيضر، ما بينفعش. هنشرب الميه بكميات قليله وبفترات قريبه من بعض. طبعا انا بشرب ميه ولكن احنا لسه مش في رمضان. مش هنتكلم كتير بالنسبه للوجبه الاساسيه بتاعتك سواء كانت فطار او سحور، عشان بس لو اتكلمنا في الموضوع ده مش هنخلص. بس هتحاول على قد ما تقدر تبعد عن المحشي او الحاجات اللي هي محمره او الفاست فود، وتحاول على قد ما تقدر انت تخلي الاكل بتاعك صحي شويه. كده احنا خلصنا الجزء الاول اللي قلنا عليه، واللي عباره عن عادات المفروض هنغيرها او هنبطلها في الاكل بتاعنا. وهنتكلم دلوقتي عن الجزء الثاني والاساسي، وهو نظام التمرين. حضرتك او حضرتك هتنزلوا الجيم 3 مرات في الاسبوع، ممكن يكونوا 4 مرات عادي جدا، ممكن يكونوا 5، ولكن ما يقولوش عن 3 مرات في الاسبوع. والتوقيت المناسب للتمرين هيكون ما بين الفطار والسحور. يعني مثلا احنا بنفطر الساعه 6، بعد ما تخلص التراويح هتكون مثلا الساعه 10، هننزل الجيم الساعه 10. وقت مناسب جدا بحيث ان معدتك تكون هضمت الاكل بتاعها، وفي نفس الوقت جسمك يكون مهيئ للتمرين. طب يا دكتور او يا كابتن هنعمل ايه في الجيم؟ عندنا حالتين. الحاله الاولى ان انت تكون بتنزل الجيم قبل رمضان ومقسم ايام التمرين بتاعتك على نظام معين، وفي الحاله دي مفيش مشكله، هنكمل على نفس النظام هو، ولكن هنضيف تريكايه مهمه جدا، وهي انك بعد ما تخلص التمرينه بتاعتك اللي المفروض المعدل بتاعها يكون من ساعه لساعه ونص، هتمشي لمده نص ساعه. هتمشي مشي سريع عادي جدا، وممكن يوصل لهروله او اللي هو الجري الخفيف، سواء كان على التريد ميل داخل الجيم او في التراك او الشارع بره الجيم. وهنخلي الموضوع ده نص ساعه بعد التمرينه الاساسيه بتاعتك. ممكن كمان تبدا اول اسبوع ب 20 دقيقه بس، وبعدين الاسبوع اللي بعده تزود 10 دقائق تخليها 30 دقيقه، وهكذا لحد ما تلاقي نفسك في اخر اسبوع في رمضان بتجري او بتمشي ساعه بالظبط بعد التمرينه بتاعتك. ده كده كان بالنسبه للناس اللي ليهم نظام تمرين وكده كده بينزلوا الجيم. اما بقى الناس اللي هي ما بتتمرنش او ما بتنزلش الجيم، او كانوا بيتمرنوا مثلا من فتره طويله ولسه راجعين مره ثانيه، فدول ليهم نظام مختلف. مش هنقسم عضلات جسمك على ايام التمرين، هتلعب جنرال، يعني هتشتغل على كل عضلات جسمك اثناء التمرين، وهتحاول على قد ما تقدر ان انت ما تعتمدش على الاوزان الثقيله. هتخفف الوزن اللي انت بتلعب بيه، وهتحاول ان انت تزود من عدد التكرارات او العدات داخل كل تمرين. وبرضه هتمشي او هتجري جري خفيف بنفس المعدل اللي قلنا عليه بعد كل تمرينه اساسيه ليك. وبكده اكون وضحت نظام التمرين بالنسبه للشخص اللي هو منتظم على التمرين او اللي هو متعود ان هو ينزل الجيم، وبالنسبه للشخص اللي هو مبطل او ما بينزلش تمرين او ما بينزلش جيم. وبكده يكون الموضوعين وضحوا لحضراتكم. طبعا في عوامل كتير بتاثر في شكل ونظام التمرين، وبتختلف كمان من شخص للتاني، ولكن انا حاولت الى حد ما ابسط الموضوع في شكل نظام او برنامج يمشي مع الغالبيه من الناس. وبرضه لو اي حد فيكم محتاج يستفسر عن اي حاجه، يقدر يبعت لي في اي وقت على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بيا واللي موجوده هنا في القناه. قبل ما انهي فيديو النهارده، حابب احذر الناس اللي بتتبع الطرق السريعه في ان هي تخس،
زي الادويه او الطرق التانيه المختلفه اللي بتساعد ان الشخص يخس بسرعه. صدقني هتخس، ولكن هتعاني حتما ولا بد النهارده او بكره من الاثار الجانبيه واللي هتكون مش سهله. اي طريقه تخليك تخسر وزنك من غير مجهود او نشاط بدني خليك عارف كويس جدا ان هي هيكون ليها تاثير سلبي عليك. كده نكون خلصنا فيديو النهارده. ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتشارك الفيديو ده مع اصحابك اللي عايزين يخسروا وزنهم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.